السلام عليكم. لو سألتك مين أعظم ملوك الأسرة الرابعة، أول واحد هيجي في بالك أكيد خوفو. هو خوفو عمل إنجاز تقيل جدا، بس يا ترى هو خوفو كان بيذاكر من مين؟ أكيد من باباه. لولا الأب ما كانش هيبقى فيه ابن، ولولا الغلط ما كانش هيبقى فيه كمال. النهاردة هحكي لكم عن ملك بنى الهرم وقع، قال عادي نبني واحد تاني، بنى التاني ما عجبوش، قال ولا يهمك التالت هيطلع صح. ملك كسر فكرة ان الفرعون يبقى اله وبقى اقرب للناس من اي حد. رحبوا معايا بمؤسس الاسرة الرابعة، ملك التجارب سنفرو. قال عنه عالم الآثار العظيم سليم حسن في موسوعته مصر القديمة: لم يترك ملك من ملوك الدولة القديمة أثرا في نفوس المصريين مثلما ترك سنفرو، فقد ظل رمزا للعدل والحنان والرفق بالرعية طوال العصور القديمة. تخيل معايا ملك حكم من 4600 سنة، والناس فضلت تحبه وتحكي عنه كأنه واحد منهم، واعتبروه حارس ليهم وبيحمي بلدهم. سنفرو ما كانش بياخد اللقطة على الجاهز، ده كان بيجري وراها حتة حتة. بدأ في ميدون، قال هعمل أول هرم كامل في التاريخ، والنتيجة ما ظبطتش. طب يزهق؟ لا، قال نجرب تاني. راح دهشور وبدأ الهرم المايل، وهم في نص الشغل الأرض قالت أنا مش شايلة. أي ملك مكانه كان ممكن يهد كل حاجة أو يهد المهندسين نفسهم، بس هو ما عملش كده، كان مرن جدا. قال لهم غيروا الزاوية وكملوا، ومن هنا طلع الهرم المايل. مش كامل، بس واقف لحد النهاردة، وشاهد على ان اول مرة حد يغلط ويكمل. سنفرو كان فاهم حاجة بسيطة جدا، ان الشغل الكبير محتاج خامات نظيفة، ولما لقى خشب مصر مش هيستحمل طموحه فقال نبعت نجيب الأحسن. فبعت أسطول 40 سفينة لبلاد فينيقيا اللي هي لبنان دلوقتي، علشان يجيب خشب الأرز اللي هو أقوى وأغلى خشب في الوقت ده. يعني الراجل ما كانش تفكيره أي حاجة تمشي وخلاص، ده كان بيشتري أحسن حاجة. وده اللي خلى سنفرو مش بس بيبني أهرامات، ده بيبني شبكة تجارة وعقلية دولية. وسفنه ما كانتش ماشية كده وخلاص، ده كان بيسميها أسامي تحس كأنها مش طالعة رحلة، لا ده داخلة حرب، زي اسم براعم الأرض. بس ما تفتكروش ان سنفرو كان طيب كده مع اي حد، لا، هو كان طيب مع شعبه بس. انما اللي كان بيقرب من حدود مصر كان بيشوف وش تاني خالص. في سينا في منطقة اسمها وادي المغارة، في نقش على الصخور بيصوره وهو بيأدب أعدائه، وده بيبين ان هو اللي أمن مناجم الفيروز والنحاس اللي خلت مصر غنية جدا في عهده. في النوبة بقى الوضع كان مختلف، خرج في حملة كبيرة ورجع بآلاف الأسرى ومئات الآلاف من الماشية. طب ليه؟ عشان يقوي اقتصاد مصر ويأمن حدودها ويغذي مشاريع زي الأهرامات. يعني باختصار اللي جوه يشوف الرحمة واللي بره يشوف القوة. وعلى فكرة النوبة ما كانتش جزء من مصر زي دلوقتي، دي كانت أراضي مستقلة جنوب الحدود. بس بعد 1000 سنة في عصر الدولة الحديثة تحتمس الثالث ضم النوبة لمصر. وبالمناسبة الهرم الأحمر ده ما كانش اسمه الهرم الأحمر، كان اسمه خا سنفرو، يعني سنفرو يشرق، وكان متغطي بطبقة من الحجر الجيري بتخليه ينور تحت ضوء الشمس وتحت ضوء القمر زي هرم خوفو بالظبط. بس برضه بسبب عوامل الزمن الطبقة دي وقعت. طب سؤال بقى، ملك بيبني 3 أهرامات جاب العمال منين وكان بيأكلهم ايه؟ سنفرو هو أول من أسس نظام إعاشة كاملة، كان في مزارع في الدلتا مخصصة بس عشان تورد أكل للعمال، لحمة وبصل وعيش. يعني الراجل ده كان فاهم كويس إن اللي ياكل كويس يشتغل كويس. وكمان خشب الأرز اللي كان بيجيبه من لبنان ما كانش مخصص بس علشان يبني بيه السفن، لا، هو كان بيستخدم زيت الأرز في التحنيط والطقوس الدينية. الراجل ده كانت عقليته مش عقلية بنا بس، هو كان بيطور ثقافات كاملة. أول مهندس ديكور في التاريخ سنفرو، أول واحد أسس نظام الأسقف المدرجة، يعني السقف طالع درجات، كل درجة بتشيل اللي قبلها علشان يستحمل آلاف الأطنان وما يقعش. تخيل راجل من 4600 سنة
أسس هندسة بتدرس لحد النهاردة. بس السؤال اللي يجنن بقى، فين تماثيل سنفرو؟ ملك بنى 3 أهرامات وملوش ولا تمثال ضخم واحد. هل هو كان متواضع ولا كان دماغه شغالة في إن اللي بيبنيه هو اللي هيخلده؟ واضح إن العيلة دي ما بتحبش تخلد شكلها، بتحب شغلها هو اللي يتكلم عنها، سواء سنفرو ولا خوفو. بس دكتور سليم حسن قال إن في العصور اللي بعده تماثيل سنفرو اتدمرت أو اتسرقت. الحقيقة بقى فين؟ الله أعلم. والأغرب كمان إن لحد النهاردة في خلاف، هو سنفرو حكم كام سنة؟ حجر باليرمو متسجل فيه إنه حكم 24 سنة، بس الكلام ده مش داخل دماغ علماء كتير. بس الأبحاث الأخيرة عن أهراماته بتقول إن هو عاش 40 سنة. عامة في كل الأحوال هو سنفرو خلى فيه خلاف بين المؤرخين على مدة حكمه بسبب التطور اللي هو عمله في العمارة المصرية القديمة. الراجل ده كان سابق عصره بسنين، ورغم كل ده لحد النهاردة مش عارفين هو اتدفن في أنه هرم فيهم. زمان اسم الملك كان مستخبي جوه السرخ تحت حماية حورس، والسرخ ده هو واجهة القصر. سنفرو بقى جه قال لك ايه، لا انا اسمي لوحده براند، وقام جاي حاطط اسمه جوه الخرطوش. والخرطوش ده اطار بيضاوي بيتحط جواه اسم الملك كأنه دايرة حماية حوالين الاسم. وفي وسط الهيبة دي كان في جانب تاني خالص عند سنفرو، جانب بيحب الجمال وبيحب يروق على نفسه، وده كان باين جدا بعلاقته بزوجته الملكة حتب حرس، اللي كانت مش بس زوجته، دي كانت شريكة رحلة، ومن خلالها ثبت شرعيته على العرش. والأهم من كل ده هو شخصيته. ملك ممكن يوقف كل حاجة علشان يدور على حاجة ضاعت من واحدة من الحاشية بتوعه، وكمان كان بينده الناس يا صديقي ويا صاحبي، وكان بيوزع الأراضي بين الناس بالتساوي، وما كانش بيسمح للوزراء بتوعه أبدا إن هم يظلموا حاشيته. عشان كده كان دايما بيسموه الملك المحسن. والراجل ده كان ذوقه عالي جدا، كان بيعشق الفيروز لدرجة إن أهل سينا سموه سيد الفيروز، وده شفناه في مجوهرات زوجته الملكة حتب حرس. سنفرو أول واحد يبني هرم كامل بجد، الهرم الأحمر، اللي ابن خوفو قعد يذاكر فيه لحد ما بنالنا المعجزة بتاعة الهرم الكبير. بس الحقيقة ان سنفرو ما كانش بيبني أهرامات بس، ده كان بيبني فكرة ان الفشل مش نهاية الطريق، ده مجرد زاوية محتاجة تتعدل علشان توصل للكمال. ملك التجارب وصانع الجمال، وأول خطوة في الهيبة المصرية سنفرو. أما بقى حكاية حتب حرس فهنحكيها الحلقة الجاية إن شاء الله.